صباح الشباب، صباح الرياضة. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي المتواضعة. انا دعاء عسقلاني. لو اول مرة تشوفي القناة بتاعتي ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بنقدمها ان شاء الله. يلا بينا، خلاص كده الاولاد نزلوا على المدرسة وعلى الحضانة، واللي نايم نايم. اقوم انا بقى اشوف نفسي وادلع نفسي واشوف انا هعمل ايه في يوم. دخلت على طول على الحمام بعد ما نزلت الاولاد، وكان لازم اعمل شيفنج علشان كنت سايبه بشرتي ليها فتره طويله جدا ما كنتش عامله لها شيفنج. هتشوفوا حاجات عذرا يعني على المناظر اللي انتوا هتشوفوها، بس بصراحة بشرتي نطفت جدا جدا جدا. التركية اللي انا عملتها المرة دي ان انا غرقت وشي جل صبار، وبعد ما خلصت واستخدمت الفرشة بشكل مايل زي ما انتوا شفتوها، بعد كده بعد ما غسلت وشي رطبت بستيفز. بعد كده رحت جري على المطبخ علشان احضر الغدا بتاعنا النهارده كان سهل وبسيط، ويتحط في الفرن وتسيبيه وتروحي تشوفي اللي وراكي. زي ما انتوا شايفين عندي حلة وعندي طاسة، والاتنين حطيت فيهم المادة الدهنية بتاعتي. الحلة حطيت فيها لسان عصفور، والطاسة زي ما انتوا شايفين حطيت فيها كبد وقوانص. سبت الكبد والقوانص في الطاسة وما رحتش ناحيتهم، وفضلت اقلب في لسان العصفور علشان يتشوح ويتحمر وياخد لون ذهبي جميل معانا. قلبت الكبد والقوانص على الناحية التانية علشان تتشوح من الناحية التانية. ايدي طبعا في لسان العصفور علشان لونه يبقى ذهبي وجميل، وكل اللون متوزع ومفيش اي حاجة متحروقة عندي. نزلت بالخضار بتاعي حبة متوسطة من كل نوع، فلفلاية، بصلاية، طماطماية، وكان فص توم. حطيناهم على الكبد والقوانص وسبناهم ياخدوا ويدوا مع بعض. حطينا رشة ملح ورشة فلفل، وكمان توم باودر وبصل باودر، وكمان حبة بابريكا. خلاص كده لسان العصفور وصل للون اللي احنا عايزينه. نجيب معلقتين صلصة وننزل بيهم على لسان العصفور ونقلبهم مع بعض. بعد كده ناخد لسان العصفور بتاعنا بعد ما نسيبه يرتاح حبة، والكبد والقوانص تاخد وتدي مع بعض كده مع الخضار، ونحطهم فوق بعضهم. وبعدين نحط عليهم يا اما مية يا اما شوربة اللي موجودة عندك. جبنا البايركس بتاعنا وفضينا فيه كل الخليط ده، ويا سلام كمان لو عندك طاجن هيبقى حاجة عظمة جدا. جبنا ورق الزبدة وورق الفويل وغطيناه وعلى الفرن ودخلناه، وفي درجة 180 سيبناه. بقول شعر يا اخواتي والله. بعد كده كنت مقطعة حبة خضار حلوين، وكمان عندي أجنحة وباقي الحبش سكنات. جبت معلقتين كبار صوص باربيكيو وحطيت عليهم ملح وخل، وكمان شوية بهارات، توم باودر وبصل باودر وحبة كاري. حطيت نص الكمية على الخضار والنص التاني على الأجنحة. جبت الكيس الحراري وحطيت فيه من تحت الخضار، وحطيت في النص الأجنحة، وحطيت باقي الخضار من فوق، ولفيته كويس جدا علشان ما يخرجش اي بخار من جواه. وبعد كده عملت فتحات بالمقص وحطيته بعد كده في صينية. دخلته على الفرن، واول ما نلاقيه بدأ يحمر كده من فوق نعرف ان هو بدأ يستوي، بس ما نخرجوش قبل نص ساعة. الطاجن بتاعنا مغطيينه بورق الزبدة وورق الفويل، مش هياخد غير نص ساعة، وكمان الأجنحة بتاعتنا مش هتاخد غير الكيس الحراري، وكله يبقى تمام. تعالوا بقى ندخل أوضة الأطفال نشوف التحفة الفنية اللي جبناها. طبعا احنا كان عندنا كارثة كونية اللي انتوا شايفينها قدامكم دي ما اي حد بيفكر يجيبها يا بنات كأنه بيرمي فلوسه في الأرض بالظبط. شلتها ونضفت مكانها وشلت كل الشوزات اللي موجودة فيها. جبت العروسة القمر الحلوة بتاعتنا وحطيتها في نفس المكان زي ما انتوا شايفين، المكان جاي على قدها بالظبط. الأسرة بتاعتنا بتكبر ما شاء الله، فكنا محتاجين جزامة ضروري، ولما عملناها خليناها شبه الأوضة بالظبط بتاعة الأطفال. دخلت عليها ونضفتها وظبطتها، وتعالوا بقى شوفوا الجمال اللي هيبقى فيها. الدرج اللي فوق ده خليته للشرابات. كان عندي منظم اللي هو شكله زي خلية النحل، كنت جايبة واحد زمان وما كانش ليه اي استخدام عندي. قررت ان انا استخدمه، خلاص جه وقته بقى علشان استخدمه. وجبت كمان واحد عليه تاني علشان الدرج ما شاء الله كبير. بس طبعا زي ما احنا عارفين اي حاجة بنشتريها الاول اول ما بتكون طالعة جديد بتكون خامتها احسن بكتير لما تقعد تاني في السوق وتبدأي تشتريها بعد فترة.
جبت المفرش الفوم ده وقصيته على قد الارضية بتاعة الدرج بتاعي بعد ما نضفته كويس بالوايبس. قصيت بالمقص وكمان بالكتر وظبطت المقاس بالظبط. وبعد كده انا عايزة اثبته لان هي دي الارضية بتاعتي اللي انا هتعامل معاها. لو ما ثبتهاش هيبقى كل اللي عملناه ولا ليه اي لازمة. جبت طبعا صديقي الصدوق اللي في البيت، الدبل فيس. قطعت شرايح صغيرة ووزعتها في ارضية الدرج كلها، وبعد كده حطيت المفرش عليها. الشكل طالع جامد جامد مش اي كلام يعني. لو وصلتوا لغاية هنا متنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس. بقول لكم اهو ان نوعية اللي هي لونها الموف احسن بكتير من اللون السيموني، وانا بركبهم احتجت اللون الموف كله، ما سبتش منه ولا قطعة، بس اللون التاني سبت حوالي شريحة. وده الشكل النهائي للدرج بتاعنا. قولوا لي رأيكم في الكومنتات. قسمناه طبعا جزئين، جزء لبابانا وجزء لينا للأطفال وليا أنا كمان معاهم. بقى شكل الدرج تحفة. وكمان استغلينا الجزامة من فوق وحطيت عليها مفرش، وكان في عندي منظم كده كنت حاطة فيه الشرابات. المنظم ده استغنيت عنه طبعا، انا خلاص خرجت الشرابات. هعمل ايه بيه؟ حرميه؟ لا طبعا مش حرميه. زي ما انتوا شايفين عملته زي مكان للكتب للاولاد، حطينا فيه كل الكتب بتاعتهم والالوان وكل الحاجات بتاعتهم. وكمان الاولاد جم ولقوا المكان فاضي كده راحوا حطوا الدباديب واللعب بتاعتهم. كان خلاص الاكل استوى، رحت خرجته من الفرن، كان تحفة. الريحة مش عارفة اقول لكم ايه، شكل الاكل يجنن. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة.